لو بتصرف كتير على الإعلانات العقارية أو بتعمل لستة بالكلمات البحثية مش بتوصل للعميل اللي بيشتري بجد. المشكلة هنا لا في الإعلان ولا في الكلمات البحثية. المشكلة إنك مش فاهم نية البحث بتاعت عميلك. تعالوا بقى نحل المشكلة دي مع بعض. شوف بقى يا سيدي، أي عميل بيفتح جوجل وبيكتب أي حاجة ليه نية معينة في دماغه. ده بقى اللي احنا بنسميه search intent، يعني نية البحث. هم بقى 4 نوايا ما بيخرجش منهم نية البحث. تعالَ نتعرّف عليهم عشان هيفرق معاك كتير أوي. أول نية معانا هي نية واحد عايز معلومات، بنقول عليها informational intent. ده بقى العميل اللي في بداية الرحلة، بيجمّع معلومات، عايز يفهم، عايز يتعلّم. ده دايمًا كده هتلاقيه بيكتب إيه الفرق بين الشقة والدوبلكس، إزاي أحسب مساحة الشقة الصافي، إيه معنى تشطيب سوبر لوكس، مميزات وعيوب السكن في 6 أكتوبر. الناس دي مش بتبقى جاهزة تشتري دلوقتي، بس لو قدّمت لهم محتوى مفيد هيثقوا فيك ويتواصلوا معاك لمّا يبقوا جاهزين. النيّة التانية بقى، واحد بيدوّر على موقع معيّن، زي مثلًا موقع شركة Palm Hills في 6 أكتوبر، أو موقع شركة Mountain View في التجمع الخامس. بنقول عليها بقى navigational intent. خُد بالك بقى إن ده العميل اللي عارف هو رايح فين بالضبط، في اسم شركة أو مشروع معيّن في دماغه، مش تايه يعني. فهتلاقيه بيكتب شركة طلعت مصطفى العقارية، عايز موقع سودك التجمع الخامس، أرقام مبيعات كومباوند زد الشيخ زايد، مكتب مبيعات هايد بارك، رقم خدمة عملاء مدينة نصر الإسكان. اللي بيصطاد الناس دي بيبقى سهل على نفسه 50% من البيعة. لازم تبقى موجود في أول صفحة على الأقل، مش هاقول لك أول 3 نتايج أو 5 نتايج في محرك البحث. لازم اسم شركتك ومشاريعك يكونوا واضحين جدًا للناس دي عشان يثقوا فيك ويتواصلوا معاك. النية التالتة بقى commercial intent، أو النية التجارية. ده العميل اللي بدأ يقارن ويفاضل بين مشروع والتاني. دايمًا هتلاقيه بيكتب أفضل كومباوندات التجمع الخامس للسكن، مقارنة بين كومباوند X وY في المنطقة الفلانية، أرخص كومباوند في 6 أكتوبر، عيوب ومميزات السكن في كومباوند كذا في الشيخ زايد. الناس دي مش محتاجة منك غير إنك تطمنهم وتخلّيهم يثقوا فيك. طب هاعمل لهم إيه؟ اعمل لهم مقالات، اعمل لهم جداول، اعمل لهم مقارنات بين المشروع X وZ. ده المقدم بتاعه كام، وده التقسيط بتاعه على كام سنة، وليه تاخد هنا وما تاخدش هنا. العميل بقى الأهم بالنسبة لنا هو transactional intent، يعني العميل الجاهز للشراء، اللي بيكتب بقى شقق للبيع أو وحدات للبيع أو دوبلكس في الحي الفلاني بالتجمع الخامس، بحديقة 3 غرف. ده حد بقى جاهز إن هو يشتري وبيدوّر على حاجته. بنقول عليه في السوق ده عميل جاهز معاه فلوس وعايز يتحرّك دلوقتي، عايز يعمل meeting دلوقتي. دايمًا برضه هتلاقيه بيكتب أسعار وطرق دفع كومباوند كذا، استلام فوري أو وحدات جاهزة في الكومباوند الفلاني في المنطقة الفلانية. الناس دي بقى لو ما لقيتش اللي يساعدهم هيروحوا للمنافس على طول. الناس اللي بترد بعد يوم وبعد يومين بيقولوا وقت الشغل انتهى، بتضيّع على نفسهم عميل من دهب. لمّا تفهم بقى عميلك عايز إيه من أول كلمة بيكتبها في جوجل، هتقدر تقدّم له المحتوى المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. دلوقتي عرفت ال4 أنواع، ابدأ بقى طبّق الكلام ده عملي على موقع الشركة بتاعك.